السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شباب ازيكم عاملين ايه؟ عندك اللايك والسبسكرايب اللي لسه ما بتعملوش لايك ولا سبسكرايب يا جماعه، بالله عليكم قدروا تعبنا ده واللايك والسبسكرايب واديني كومنت كده جميل على مزاجك. ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده عن النادي الاهلي ومين في النادي الاهلي نقدر نتكلم عنه في قناتنا ديت. وقناتنا ديت قايمه على الاهلاويه والناس الجميله المتابعين كوره والناس اللي تفهم كوره، مش الاهلاويه بس، كل الناس اللي موجوده في الوطن العربي، سواء الوداد المغربي، الرجاء المغربي، نادي مولوديه الجزائر، الترجي التونسي، كل الفرق الجميله دي كلها بنحبها وبنحب لعبها. ويلا بينا نبدا حلقتنا وتعالوا نشوف النادي الاهلي عامل ايه قدام صن داونز، وتعالوا نشوف الجنوب افريقيا بيتوعد النادي الاهلي ان هو هيخسره وبيقول النادي الاهلي ان هو هيخرج ده عند امها. تعالوا يلا بينا كده نشوف مع بعض كده الاحداثيات والمباراه هتتم ازاي النهارده، وتعالوا نشوفوا كده الراجل الجنوب افريقي ده بيقول علينا ايه. طبعا اول مباراه انتهت امبارح بين نادي مولوديه الجزائر والوداد المغربي، المباراه اللي انتهت 1-1 على ارض مولوديه الجزائر، واصبحت المباراه القادمه لنادي الوداد يعني مش هنقول سهله لسبب. دلوقتي نادي مولوديه الجزائر لو جاب نتيجه 1-0 على ارض الوداد اللي هو نادي لوك، خلاص يعتبر نادي مولوديه الجزائر هنقول له مبروك وهيصعد. طيب في حاله ان نادي مولوديه الجزائر سجل هدف اول قدام الوداد، هيحط نادي الوداد تحت ضغط جامد جدا جدا. واذا كانت النتيجه 1-0 هتنتهي مولوديه الجزائر، هيحط في دماغهم نادي الوداد ان هو لازم يجيب هدفين. طيب نادي الوداد لو النتيجه انتهت 0-0 على ارضه، ودي العلامه والميزه اللي هتميز نادي الوداد المغربي، هيصعد نادي الوداد المغربي خلاص على حساب مولوديه الجزائر، وهيلاعب الفايز من النادي الاهلي او نادي صن داونز. طبعا اتفرجنا على هدف نادي مولوديه الجزائر واللي استغلوا من كوره ثابته، وبنحذر النادي الاهلي، بنحذر النادي الاهلي بالمره المليون، النادي الاهلي عنده مشكله في الكور الثابته والعرضيات. الموس لازم النهارده ياخد باله من الموضوع ده، واذا كان الموس عنده بدر بانو ان هو صمام الامان في خط الدفاع، بس في مشكله هنا كبيره، محمد الشناوي مستواه مهزوز شويه. المباراه بتاعت النهارده امام صن داونز هي المباراه رقم 5 في تاريخ مواجهات الفرقتين. بص على الموسيماني، التعادل النهارده بالنسبه لنا كارثه. صن داونز في المباراه الجايه يوم 22 هيدمرنا خالص، لان صن داونز على ارضه فريق قوي جدا. طبعا مدرب نادي صن داونز منكوبه، واللي جاي بيشتغلنا بقى وبيشتغل شغلتك وعايز يبنجنا كده بنجين، بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ان احنا فاهمين لعب بعض، والنادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم وما بيخسرش على ارضه. باذن الله مش هيخسر على ارضه. الساعه 9 على استاد وي باذن الله هتبقى مباراه قويه جدا. الساعه 11 هتنتهي المباراه باذن الله بنتيجه اقوى من المباراه نفسها، وده لازم يا موسيماني عشان ما تمشيش والناس تقل اداب عليك، وده جمهور ما بيعرفش خساره او تعادل. احنا جمهور بنحب النادي الاهلي جدا، بنحب نشوفه دايما كسبان، وكسبان ايه؟ بنتيجه واداء. ودي حاجه صعبه جدا في كره القدم ومعادله مستحيله بالنسبه لموسيماني، ولكن ده الجمهور الاهلاوي، ربنا حطك في المكان ده خلاص، ما تقدرش تنفض موضوع زي دوت، وانت قابلت التحدي ومن الاول، ما ينفعش دلوقتي تجلي مننا. مباراه بكره هيبدا موسيماني في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدام منه بدر بانون، ومعاه رامي ربيعه. هو عايز واحد عقل شويه وواحد جنب منه ناشف. طبعا على الشمال هيلعب بايمن اشرف، وعلى اليمين محمد هاني. نص الملعب السوليه وديانج، وقدام منهم محمد مجدي قفشه. على اليمين حسين الشحات، على الشمال المفاجاه طاهر محمد طاهر، وقدام محمد شريف. طبعا المباراه ديت شهدت عوده الجولدن بوي، الفتى الذهبي للنادي الاهلي، وهو جونيور اجاييه. بنقول له الحمد لله على السلامه. جونيور اجاييه ولو فايق بيفرق. تقول لي جونيور اجاييه جاي من اصابه، لا، جونيور اجاييه لعيب مختلف شويه، لما بيكون في الفورمه سواء راجع مش راجع ما بتفرقش معاه. هو بالصدف كده في مباراه تزنق في مباراه ممكن يعمل لك 2 اسيست خلاص لك المباراه. حسين الشحات يعني قدم مباراتين كويسين، والمباراه الاخيره كانت زفت الزفت. حسين الشحات لازم انه يقف على مستواه شويه، ولازم يعلي من نفسه شويه. محمد شريف الله اكبر عليه. فركز بكره يا موسيماني، الناس دي فاهمك قوي زي ما انت فاهمهم، هم فاهمينك قوي. موسيماني هو ما بيطلعش اي تصريح لحد دلوقتي، لسه ما قالش اي كلام، ما قالش اي حاجه، لكن اللي اتكلم في المؤتمر الصحفي هو محمد الشناوي، قال لك احنا بنكلم اللعيبه وبنحشد اللعيبه ولازم نكسب مباراه النهارده، يعني لازم، مفيش حل. ما تقوليش تعادل، ما تقوليش اداء سيء، لازم نكسب وبسكور كويس. يعني مثلا 3-0 100. انا نتيجه ما اطمنش في صن داونز. صن داونز جامد يا جماعه جدا، والمدرب بتاعه عايز يثبت شخصيته ويثبت ان مش هو رقم 2 في جنوب افريقيا، ده هو رقم 1 على موسيماني، لان في حرب دايره دلوقتي في جنوب افريقيا. المدرب الاجنبي ما بيستمرش معاهم كتير، هما بيحبوا المدرب اللي هو الوطني، فالعين هتبقى على موسيماني. موسيماني بمجرد ما هيمشي من الاهلي لا قدر الله، لا قدر الله عشان حاجه، لا قدر الله ان الاهلي ساعتها هيبقى خسران، واحنا ما نتمناش كده طبعا. هيبقى في ازمه كبيره جدا في النادي الاهلي، هيبقى في جنوب افريقيا رقم 1 المرشح هو موسيماني للمنتخب خلاص. لكن من كوبا هيحط بقى على موسيماني الماتش دوت، ولازم يفرج موسيماني ان هو
اذكى منه. لعيبه سان داونز واللي بتقدم نسخه من اقوى النسخ لها في التاريخ، ولكن احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، وحاجتين بيخلونا ان احنا عندنا امل وان احنا اقوى وادينا دفعه قويه. اول حاجه ان احنا الهداف التاريخي في مواجهه الفرقتين خالد بيبو، هداف لقاء الفرقتين. والحاجه الثانيه ان تاريخ المواجهات النادي الاهلي ما خسرش غير مباراه وحيده اللي هي نتيجه 5، بس غير كده الاهلي غالبهم في ماتشين ومتعادل ماتش واخد منهم بطوله. طب ايه تاني يديلك امل يا عم بيبو ويخليك ان انت يعني تلعب بروح بكره؟ ان انت حامل اللقب ولازم ترجع لكاس العالم للانديه. احنا بنحب كاس العالم للانديه، بنحب نشوف فرقتنا في كاس العالم للانديه وترجع بطل وتبقى يعني حاجه جميله جدا. البطوله رقم 10 ويبقى رقم قياسي ما حدش هيعرف يجيبك يعني 4 5 سنين على الاقل. خلاص. وعلى فكره النادي الاهلي يكسب النهارده لان الفرق الافريقيه النادي الاهلي بيعمل عليها سكور كويس غير فرق شمال افريقيا. يعني فرق شمال افريقيا بتبقى الموضوع صعب شويه، فرق شرسه، فرق بتعض كده في الملعب بغير اللعب الكوره كمان، يعني بتبقى فرقه صعبه دمها تقيل علينا. لكن النادي الاهلي قدام الفرق الافريقيه بيدي يعني مباراه فلته او 2 يعني مش يعني في تاريخ المواجهات الافريقيه النادي الاهلي هتلاقيه دايما هو اللي مستحوذ حتى على الفرق الافريقيه، والفرق شمال افريقيا كمان النادي الاهلي مستحوذ عليها. ولكن احنا بنقوله يعني الاقرب مين؟ يعني النادي الاهلي جاب في سان داونز 12 جول، سان داونز جاب في النادي الاهلي 9، نتيجه قريبه. ولو ان النادي الاهلي كسبان ماتشين بس دي يعني سان داونز فريق قوي ونتيجه 5 قربت الاسهم شويه لنادي سان داونز. بكره مهمتك يا عم موسيماني انت الغول المخبر والظابط، انت كل حاجه، انت كل حاجه في الملعب وبره الملعب، انت فاهم كل حاجه عن فريق سان داونز، وانت تقريبا اللي جمعت فريق سان داونز ده وعملت له الشكل اللي هو موجود بيه دلوقتي. مستغرب قوي ان انت ما عملتش في النادي الاهلي زي ما عملت في سان داونز وحولته يعني لفرقه محترفه وعاليه جدا كده. كان المفروض ان انت تعلي رتم النادي الاهلي وتعلي من النادي الاهلي شويه، معلش على مستوى الاداء. بنتكلم عن النادي وقيمه النادي، طبعا ما حدش يقدر يعلي النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير جدا. كان بنتكلم على اداء اللعيبه، اداء اللعيبه دي كان لازم يوصل لليفل اعلى من كده شويه. عندك بكره بقى، عندك في مباراه النهارده كام تغيير ممكن تستفيد منه. عندك ناصر ماهر، وما بالله عليك يعني مش عايز ينزل ناصر ماهر تحت رؤوس الحربه مع قفشه، واحد منهم يلعب. قفشه ما تقدرش تستغنى عنه، خلاص سيبه يكمل الماتش، سيبه لحد ما يموت مننا ويفضل يلعب المباريات كلها ويلعب 90 ماتش ما تخرجوش. المباراه النهارده لو تستحمل ناصر ماهر يا ريت يلعب ناصر ماهر. محمود كهربا وسرعته، محمود كهربا لو في ادائه وفي اللياقه بتاعته وعالي هيفيدنا جدا. اللي انا زعلان عليه واللي هو مش هيلعب الماتش للاسف اكرم توفيق. اكرم توفيق من اللعيبه الرجاله اللي انا بحبها جدا في الملعب، لعيب بيقدر يسرع لك الريتم شرس، يعني قوه ضربه قويه جدا للنادي الاهلي. خسرناه النهارده بامانه، اكرم توفيق خسرناه جدا، ولكن عشان الاصابه يعني ربنا يا رب رجعه بالسلامه. خد عندك سعد سمير هو كمان اتشال من القايمه، علي معلول اتشال من القايمه عشان هو مصاب، حمدي فتحي مش موجود في القايمه برضه عشان هو مصاب. ولكن الناس الجديده ديت هتقدر وان شاء الله يقدروا، والمباراه ان شاء الله بتاعت النهارده هيثبتوا ان هم رجاله وقد المسؤوليه، وباذن الله نقدم مباراه قويه، وباذن الله نخطف بطاقه التاهل من هنا، ولازم نخطفها من هنا عشان المباراه القادمه في جنوب افريقيا مباراه صعبه بكل المقاييس. نادي سان داونز مش هسيب لك الفرصه. في نهايه الحلقه النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت متابعانا. اكتب لي كومنت بقى واكتب لي انت متوقع النتيجه هتنتهي ايه وكام ومين الفريق اللي فايز ومين اللي هيقدر يصعد، وقول لي بقى توقعاتك كده بعد تعادل نادي وداد المغربي مع مولودية الجزائر. قول لي مين فيهم الاقرب للوصول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.